يلا بينا بسم الله. كنا اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت الصوره بتاعه الهدوم اللي متعلقه، وان ازاي الهدوم ديت الميه اللي فيها اتبخرت وهي ما وصلتش الحراره ال100. وقتها قلنا ان التبخر بيتم عند اي درجه حراره، بينما الغليان بيتم عند درجه حراره معينه، وتحديدا الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه. بتطلع قدام. فبيقول لك عمليه التبخر. في التبخر كالعاده هتتحول الماده من الحلل للحلل، عمليه تحول الماده من الحاله الايه السائله للحاله الغازيه عند اي درجه حراره، بشرط انها تبقى اقل من درجه حراره بتاعه الغليان، يعني اقل من 100، 90 80 70 في مكان هنا لو عايز دي 60، فدي بتبقى التبخر. طيب يبقى اول معلومه عن التبخر ان الحاله السائله هتتحول لحاله غازيه، ولكن عند اي درجه حراره بشرط انها تبقى اقل من درجه الايه الغليان، وبما ان الغليان الميه عند 100 هي اقل من 100. طيب معلومه مهمه بتقول ان تحدث للجزيئات اللي موجوده على سطح السائل. يعني ايه الجزيئات اللي موجوده على سطح السائل؟ طبعا في الصوره هنا انا ما سخنتش، ما حطيتش نار تحت، خلاص. الجزيئات اللي على السطح هتتعرض للحراره بتاعه الوسط المحيط او نار قريبه منها، فالجزيئات اللي على السطح بس اللي هتتبخر، بينما الجزيئات اللي جوه مفيش نار من تحتيها عشان توصل لها الحراره، فالجزيئات اللي فوق بس هي اللي هتسخن فتتبخر. بعد الجزيئات اللي فوق ما تتبخر بيجي كانهم طبقات كده، هيروح الجزيئات اللي تحتيهم واخدين الحراره ومتبخرين، بعد كده الجزيئات اللي تحتيهم واخدين الحراره ومتبخرين. عشان كده زي ما هنقوله كمان شويه انها بتستغرق فتره زمنيه طويله نسبيا. انت عامل زي انت جبت شويه ميه حطيتهم في طبق وحطيتهم على سور البلكونه، هياخدوا وقت طويل عبال ما هيتبخروا. ليه؟ لان الحراره جايه منين؟ من فوق، من الشمس ومن اللي حواليها، فيبتدي السطح اللي فوق ياخد الحراره ويتبخر، بعد كده الجزيئات اللي تحتيه تاخد الحراره وتتبخر. غير لو انت حاططها على النار زي ما هناخده كمان شويه، لو حاططها على النار بتغلي ويتبخر على طول، بتاخد وقت اقل. عشان كده قال لك بتاخد فتره زمنيه طويله، نسبيا طويله شويه. طيب تتم بواسطه الطاقه الحراريه، يا اما اللي مستمده من الوسط المحيط او مصدر حراري، بس ما تسخنش من تحت. ممكن النار تبقى جنبها، او الشمس جايه من فوق، او الحراره جايه من الناحيه دي، خلاص حمكم الله، بس ما تسخنش مصدر حراري يبقى تحتيها بالظبط، لان لو مصدر حراري تحتيها بالظبط ووصلت ل100 بس ساعتها هتبقى غليان مش طبخ. يعني ممكن نستخدم نار خفيفه، ممكن نار هاديه خالص، مع ان برضو دي فيها شبهه. لا، الافضل ان الحراره تبقى جايه من وسط محيط او الحراره جايه من حاجه جنبها. طيب لو خدت بالك الميه تحت رايقه، او زي ما بنسميها ما فيهاش بقليل. البقليل دي ما فيهاش فقاعات هوائيه، لا يصاحبها تكون فقاعات هوائيه، يعني ما فيش غاز جوه السائل، ما فيش غاز هنا جوه الميه، كل الجزيئات اللي فوق اللي بتتبخر. بينما لما بتيجي تحط شويه ميه تغليهم على النار في البوتاجاز، فبتبص على البراد بتلاقي فيه فقاعات هوائيه طالعه نازله، فقاعات هوائيه طالعه نازله. لا، دي ما بتكونش فيها فقاعات هوائيه. طيب يبقى تاني، يبقى عندنا حبه معلومات عن التبخير. اول حاجه ان الماده السائله هتتحول عند اي اقل من درجه حراره الغليان، وان التبخير هيحصل للجزيئات اللي على السطح بس بتاع السائل اللي فوق، وبعد ما يتبخروا يحصل للجزيئات اللي تحتيها، بعد ما يتبخروا يحصل للجزيئات اللي تحتيها، كانهم على طبقات كده ورا بعض، ادوار كده تحت بعض. طب ايه اللي هيخلي الميه تتبخر؟ يا اما حراره من الوسط المحيط اللي هو قصده مثلا الشمس، او ايدين نار حواليها ولا حاجه هتمتص الحراره من الوسط المحيط وتبتدي تتبخر. هتاخد وقت طويل لان انا مش مركز الحراره تحتيها، مش معلي النار تحتيها علشان تغلي، لا، ده بتاخد الحراره من حواليها، وما بقاش جوه الميه فقاعات هوائيه، لان برضو الحراره جايه لها غالبا من فوق بس او من الجنب بس مش من تحت، فما بقاش فيه فقاعات
هوائيه او غاز جوه السائل تدل على الحركه السريعه. طب الغليان بقى، انا حطيت نار تحت الاناء، فزي ما انت شايف نار نار نار، الاناء قايد نار. خلاص؟ فبرضه هتتحول الماده السائله الغازيه بس عند درجه حراره معينه بنسميها درجه الغليان، والميه بتبقى ب 100. عند درجه الغليان بالظبط ساعتها هتبتدي يحصل غليان، الميه تغلي. دي هتحصل لكل الجزيئات بتاعت السائل، اللي فوق واللي تحت واللي اليمين والشمال. خلاص؟ وده هيبقى باين في حركه الفقاعات الايه؟ الهوائيه. بتلاقي فعلا الميه وهي بتغلي في فقاعات طالعه نازله طالعه نازله. قلنا جزيئات الميه بتنزل لتحت قريب من النار فتروح طالعه لفوق، وينزل مكانها الجزيئات اللي لسه ما سخنتش تروح نازله تحت قريب من النار فتروح طالعه لفوق، وهكذا الجزيئات تفضل تتحرك 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 لغايه لما الميه كلها ايه؟ تتبخر وتغلي. طيب ده بقى بيتم بواسطه الطاقه الحراريه المستمده من مصدر حراري. لازم يبقى فيه مصدر حراري عشان الميه تغلي. يعني تعال نفترض ان الغاز فيه مشكله وبابا عايز يشرب شاي، هل لو جبت كوبايه ميه وحطيتها في الشمس في البلكونه وسبتها ساعه هنرجع نلاقيها بتغلي؟ عمرها ما هتحصل. ما هي لو درجه الحراره وصلت ل 100 ده مفيش حد هيستجرأ يطلع بدماغه كده من الشباك. لا مستحيل، لازم يبقى مصدر حراري. خلاص؟ هو الفيديوهات اللي بيشتغلونا بيها في الدول العربيه اللي هو يروح يجيب لك بيضه ويروح عاملها لك على صاج عربيه او على اسفلت او على غطا. هو هنا بيبقى قاصد البيض لسبب ان البياض بتاع البيض او الزلال بتاع البيض لما بياخد حراره بس مش عاليه قوي بيبتدي ايه؟ يبيض. خلاص؟ بس مش لدرجه بقى هنحطه حله الشوربه في الشمس فهتغلي. لا هي هتسخن بس لا الاكل اللي جواها هيطيب زي مثلا لحمه ولا حاجه، ولا هتاخد وقت طويل ومش هيطيب اللي في خيالك يعني. خلاص؟ انا عايز اروح الغيط واربي معيش جنب البيت. فهنا لازم يكون في مصدر حراري، وبتستغرق بقى فتره زمنيه ايه؟ قصيره نسبيا، قصيره شويه، فتره قصيره شويه، كام دقيقه عشان الميه تغلي، وبرده كام دقيقه عبال ما الاكل يسخن، بس ممكن تاخد ساعه او اكتر لو انا لسه هنطيب الاكل من اول وجديد. طيب فكلام برده سهل يعتبر ما قلناش كتير جديد. راح جايب لك معلومه من اولى اعدادي على سبيل التكرار يعلم الشطار، اللي هو المتغير التابع والمستقل والضابط. بس المره دي جاب لك الضابط في الاول على اساس لو انت ايه؟ عامل جريمه زمايلك لئيمه خلاص فتتمسك، يعني جايب لك الضابط في الاول. بس احنا كنا متغيرين الاول هو المتغير المستقل، وده اللي انا بغيره. المتغير المستقل ده الذي يتم تغييره اثناء التجربه. يعني مثلا في المثالين بتوع اللي فوق ايه اللي انا غيرته؟ درجه الحراره. مره الحراره كانت اقل من 100، مره الحراره خليتها 100. بينما المتغير التابع اللي انا بختبره اللي هو بيتغير، ايه اللي اتغير؟ ايه اللي انا غيرته؟ ايه اللي انا بختبره؟ درجه الغليان او التبخير. هتغلي ولا هتتبخر بس؟ هل هتوصل لتبخير بس ولا غليان؟ بينما المتغير الضابط زي ما قلنا دي الحاجه اللي بتظل ثابته. انا هنا مثبت نفس كميه الميه، مثبت نفس الاناء، لان ممكن اناء يبقى الازاز تخين والاناء يبقى الازاز رفيع، هتفرق. اناء عريض، اناء صغير زي ما هناخده دلوقتي، لا نفس الاناء. خلاص؟ وزي ما قال الصبح نفس الترابيزه. لقيت والله بقول له جبنا نفس الترابيزه، هي وجهه نظر بس لا تحترم. خلاص؟ جبنا نفس الاناء نفس كميه الميه، ولكن مش هنكتب له في الامتحان نفس الترابيزه. لو عريض شويه هتبقى التبخر اكتر. سلام. يقول لك لو وقفها عريض بيبقى خلاص. يبقى المتغير المستقل اللي هو اللي في النص ده اللي انا بنغيره. المتغير التابع اللي انا بختبره الحاجه اللي هتتغير.
بينما المتغير الضابط دي الحاجات اللي انا بثبتها ما بين ايه؟ ما بنغيرهاش. طيب كنا الحصه اللي قبليها خدنا العوامل المؤثره في درجه الغليان ودرجه الانصهار، كانوا عاملين ايه هما؟ الضغط المفرط الضغط الجوي ونقاء الماء. برافو، الضغط الجوي ونقاء الايه؟ دي العوامل اللي كانت بتاثر في درجه الغليان ودرجه التجمد. النهارده بقى عايزين نعرف العوامل المؤثره في التبخر. يبقى احنا كده خدنا الغليان والتجمد، والنهارده هناخدهم التبخر. وهم 4 عوامل، هناخد كل 2 مع بعض. اهي تتعدد العوامل التي تؤثر على معدل تبخر السوائل، فهناخد رقم 1 درجه الحراره، ورقم 2 مساحه السطح. طب خلينا في درجه الحراره. هتثبت كل العوامل وتغير مين؟ درجه الحراره. يعني هتجيب نفس الاناءين، نفس الحجم ونفس الشكل، اللون مش هيفرق بس يكونوا نفس الشكل ونفس الحجم. هتحط نفس كميه الميه. بتثبت بقى حاجتين هتفهمهم كمان شويه، حاجه اسمها الرياح او التيارات الهوائيه، وحاجه اسمها الرطوبه. طيب يعني نشرحهم كده بسرعه. الرياح اللي هو الهواء، تيارات الهواء، ما يبقاش في واحد فيهم عليه هواء والتاني لا. الحاجه الثانيه الرطوبه، والرطوبه يعني نسبه بخار الماء. الرطوبه هي نسبه بخار الماء. للاسف مصر بتتميز بالرطوبه العاليه صيف شتاء. الرطوبه في الصيف يعني بخار ماء عالي، وده اللي بيخلي هدومك تعرق، مش وشك، هدومك تعرق. اللي هو تمشي شويه في الشمس تلاقي القميص او التيشيرت من قدام ميه، من الظهر ميه، من تحت هنا ميه. ده هدومي بتعرق معايا. ده بخار الماء اللي موجود في الجو بيجي على جسمك فبيبل الهدوم اللي انت لابسها. والله. طيب خلاص يا ميس. وطلعت؟ ما حلفتش ان هو طلع. وممكن ما يبقى ما رنتش الجرس، وقفت بره على الباب. نعم. طلع يديك بس يبدو انت هتشتغلي فيها يعني. طيب اومليت بس. طيب الرطوبة نسبة بخار الماء. طب ايه اللي يعلي الرطوبة؟ نقفل عليها. يعني انت عارف انا لو غطيتها انا كده حبست بخار الماء جواها. انت عارف عامله زي فكرة ايه؟ مثلا عملتي البابا ولا الماما ولا خاله ولا جده كوبايه شاي، وبعد ما حطيتي كوبايه الشاي جاله تليفون وقام يتكلم، فحد قال لك ايه يا بنت الكوبايه هتبرد، غطيها، جيبي طبق ولا اي غطا ولا حاجه وغطيها. طب انا لما نغطيها هنعمل ايه؟ هنحبس بخار الماء جواها فالتبخير هيقل. انت هتموت محروق، انت هتموت مش سالك الواد ده. وانا برضو ببص شايفكم بتضحكوا فبقول ايه؟ هنغطي كوبايه. عرفت ليه انا نص درجه في الامتحان؟ لان انت تستاهل تجيب نص من 20 مش 19 ونص. يعني ما فهمتش لما لقيت كذا واحد بيضحك، قلت افتكرت واحد اللي بيضحك لوحده. لقيت الولاد تقريبا كلهم مش سالكين. لا مقعد معانا طبعا انت ده انت السائل، ده انت تربون ما يجيش جنبك حاجه. طيب اللي نازله تحت عشان تكلم زميلتها؟ نزلت عشان تبص لها بس؟ طيب افتكرتك دلدلتي ثابت ولا حاجه. خلاص يبقى العامل الوحيد اللي هيأثر هنا هتبقى معرضه للشمس وهنا لا. فهنا الحراره عاليه هنا الحراره اقل، فبيقول لك اهو المتغير الضابط اللي انا ثبته مساحه السطح نفس حجم الطبق، نسبه الرطوبه ما غطتش واحد فيهم، التيارات الهوائيه ما حطيتش مروحه او هواء قدام واحد فيهم. طب المتغير المستقل ايه اللي انا غيرته؟ درجه الحراره، واحد قدام الشمس والتاني لا. طب المتغير التابع انا بختبر ايه النتيجه؟ ان التبخر في الاناء 2 اكبر من 1، يبقى اكيد الاناء 2 اللي في الشمس ولا بعيد عن الشمس؟ اللي في الشمس، يبقى اناء الاثنين اللي في الشمس فعلا. يبقى احنا كده فاهمين الاناء 2 اللي في الشمس، فالشمس سخنت الميه. طب التفسير بقى تفسير جميل،
طبعا الاستنتاج بيزيد التبخر لما نرفع الحراره، دي حاجه مفهومه، كل ما الحراره تزيد يتبخر اسرع، الحراره تزيد يتبخر اسرع. بص بقى يا سيدي، دلوقتي احنا قلنا التبخير بيتم للجزيئات اللي على ايه؟ على السطح. ايه اللي بيحصل؟ بتبقى قوه التجاذب في الماده السائله ضعيفه نسبيا، والحراره بتعمل ايه؟ بتضعف قوه التجاذب، بتضعف قوه التجاذب لغايه لما تتبخر. فبيقول لك عامله زي ايه؟ ان الجزيئات بتاعت الميه ماسكه في بعضها، وفي جزيء منهم يا جماعه سيبوني، يا جماعه سيبوني بقى انا عايز اطير واتبخر واطلع فوق. بيفضل ياخد حراره ويبعد عنهم، ياخد حراره ويبعد عنهم لغايه لما يقدر يفلت ويجري يطلع على فوق يتبخر. فبيقول لك ايه؟ بيزيد عدد الجزيئات اللي بتملك القدر الكافي من الطاقه عشان تتحرر من سطح السائل، وكأن السطح بتاع السائل ماسكها قابض عليها، انت مش هتتحركي، فهي بتاخد حراره، بتاخد ايه؟ تمتلك القدر الكافي من الطاقه عشان ايه؟ تتحرر. عارف كده لما حد يبقى ماسكك وتقول له يا عم سيبني، يقول لك استنى بس يا عم سيبني، وبعد كده تروح مجمع طاقتك وتقول له يا عم بقى سيبني، فتروح زاويه يبعد عنك، تروح طالع جاري ولا ماشي ولا خلاص. لان ساعات زميلك الشيطان بيبقى عايزك مثلا تيجي معاه مشوار فيضيع لك وقتك، تروح مع هي بصيت لك على فكره، يبدو ان في حاجه، اول ما قلت شيطان قالت هي. طب تعالى العب معايا بلاي ستيشن، العب معايا بلياردو وانت وراك مذاكره او ما استاذنتش في البيت او رايح تتغدى او رايح تصلي او فيفضل ماسك فيك يا عم تعالى معايا، يا عم تعالى معايا، طبعا حاسب انا، طب مش عارف ايه، وتقول له يا ابني سيبني يا ابني سيبني، بتبص لك برضه دي مسخسخه، بتبص لك مسخسخه، ايه ده؟ هو عرف منين ان هي كانت هتحاسب لي؟ خلاص. يبقى التفسير ليه اللي في الشمس تبخر اسرع؟ علشان زادت عدد الجزيئات التي تمتلك القدر الكافي من الطاقه الحراريه للتحرر من سطح السائل. اللي في الشمس هتاخد حراره اكتر، فالجزيئات اللي فوق هتاخد طاقه حراريه لقدر كافي ان هي تزق وتسيب جزيئات الميه وتتحرك، فالصف اللي تحتيها ياخد حراره من الشمس، ولما يوصل للقدر الكافي يتحرر من سطح الماء، وهكذا 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 وهكذا. ودي فكره ان الهدوم بتنشف لما نحطها في الشمس. واحد غسل عربيه فيمشي بيها في الشمس تنشف، ناس بتكب ميه في الشارع بعد شويه بتنشف، وهكذا. حتى في الشتاء بعد الدنيا ما بتمطر والجو يتحسن، الشمس بتنشف الايه؟ الشوارع لو الميه واقفه بسبب ان الصرف مسدود او الصرف بعيد. طيب يبقى ده اول عامل، تزود الحراره التبخير يزيد، تقلل الحراره التبخير يقل، ودي حاجه ايه؟ عقلانيه بديهيه. طيب تعالوا تاني حاجه، ركز بقى عشان دي غريبه شويه، ممكن تاخد منك مجهود عشان تفهمها. مساحه السطح، الفكره انا هنجيب اناء مفلطح واناء صغير اللي هو غويط يعني. مش عارف خدتوا بالكم منها ولا لا؟ انتوا تعرفوا ان الحكمه ان هم يعملوا الاناء الشوربه غويط ان هو ما يبردش بسرعه، بينما لو صبيت الشوربه في طبق تبرد بسرعه. عشان بياكلوا الطبخه بتاعت كل دول وموجودين. اهدي وانا صغير كانت عامله لي بص حوار في دماغي، ان فعلا لما يبقى طبق الشوربه غويط تيجي تشرب فيه سخن فتستنى شويه عبال ما يبرد، بعد شويه تشرب فيه سخن برضه. طب يا جماعه هو مش هيبرد ولا ايه؟ اتاري هم فاهمينها علميا، كل ما كان الاناء كنز يعني ضيق شويه وغويط يحافظ على الحراره فتره طويله. ليه؟ لان السطح اللي فوق ايه؟ صغنن، فحبه جزيئات اللي بتسخن وتتبخر، بينما لو جبت الاناء ايه؟ عريض مفلطح كل السطح ده هيبرد بسرعه. نفس فكره ايه؟ ان الشوارع في الشتاء العموميه بتنشف اسرع، لان العربيات لما بتمشي بتطرطش الايه؟ فبتوزعها، بينما الشوارع الجانبيه تلاقي الميه متكومه جدا، فالميه عبال ما تبخر الميه المتكومه دي لا هتاخد وقت، فتقعد كذا يوم عبال ما الميه دي تنشف. فتلاقي لو في محلات في المنطقه يعملوا ايه؟ يا اما لو في صرف قريب بالمقشات وبالمساحات يزقوها، يا اما تلاقيهم يوزعوا الميه في الشارع.
تلاقيهم يقعدوا كده يفرقوا الايه الميه كده في الشارع، فتلاقيها تنشف ايه اسرع، لان انا عرضتها كميه كبيره من الميه للشمس، فالشمس بخرت ده وبخرت ده وبخرت ده. اما لو متجمعين مع بعض الشمس هتبخر اللي فوق الاول وكده تخلصهم، تروح نازله على الطبقه اللي تحتيهم تخلصهم. ده غير ان الشمس اصلا بتبقى ضعيفه في الشتاء، فتلاقي الشوارع الجانبيه تقعد ايام وتلاقي الميه متكومه، تقعد شويه بشويه 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 لغايه لما تنشف. بينما الشوارع العموميه ممكن الدنيا تشتي تمشي يا دوبك، ممكن تلاقي الارض نشفت كمان ما تحسش ان الدنيا شتت، بسبب ان العربيات بتفضل توزع في الميه فتتعرض لاكبر كميه من الشمس او الحراره. فيلا بينا. طب انا هنثبت ايه؟ هنثبت الحراره. حطيت واحده فيهم في الشمس والثانيه لا الاثنين في نفس الحراره. هتثبت الرطوبه، واتفقنا الرطوبه يعني مش هنغطي الطبق، مش هنغطي الطبق. والتيارات الهوائيه يعني مش بيضحك برضو، يعني مش هنحط مروحه او نعرضها للهواء. طيب يا ابني الطبق يا دي النيله السوداء، مجموعه الصبح والله ولا حد فاهم حاجه غلط. انتوا مستهلكين ليه؟ انا عارف الواد ده ماله. طيب طب ايه اللي اتغير بقى؟ اختلاف مساحه السطح. طبق عريض غير طبق كنز او صغير. طيب معدل التبخر في الاناء واحد اكبر من الاناء اثنين، يبقى اكيد الاناء الواحد اللي التبخر كان سريع المفلطح ولا الصغنن؟ المفلطح. برافو اهو، المفلطح رقم واحد. المفلطح ده اتبخر اسرع من ده، بس بصراحه كان المفروض يكبروا الاطباق شويه، لان ممكن لو واحد احول يقول لي ما هم قد بعض. ولا باين ان الاخضر اكبر عريض؟ تقريبا باين شويه، بس هو المفروض كان يأفورها يعني. باين ان الاخضر عريض شويه عن الفوشياك. طيب فالاستنتاج هيزيد التبخر لما تزيد مساحه السطح. كل ما الطبق يبقى كبير هتتوزع في مساحه اكبر فيبرد بسرعه. طيب ايه التفسير؟ هو مش انا لما جبت طبق عريض زودت عدد الجزيئات اللي هتكتسب طاقه لازمه من الوسط عشان تتحرر من سطح السائل. لما يبقى الطبق عريض كل الجزيئات دي هتتحرر بسرعه، بينما لو الطبق صغنن الجزيئات اللي هتتحرر هتبقى اقل، وبقى كده اللي تحتيها اللي تحتيها اللي تحتيها واللي تحتيها. وطبعا ليه بيعملوا كده في الشوربه تحديدا؟ لان في ناس تعشق الشوربه وهي سخنه، ويمسك المعلقه ويشفط كده طبعا احنا علاقتنا بالشوربه مش قويه يعني معلقتين وخلاص وتبقى مش عايزها سخنه. لكن في ناس بقى وبعد كده بقى يزهق يروح لافع الطبق او السلطه ايه والله بالطبق، يروح ماسك الطبق كده وري. بس احنا علاقتنا بالشوربه مش قد كده، لان الشوربه بتبقى دسمه يا عائشه. لا الشوربه مش انت بتبقى دسمه فما بتحبوش، انتوا بتبقوا عايزين المفيد شويه يعني مليانه مثلا سمنه او عليها دهون من فوق يعني. خلاص بتبقى انا عايز تاكل شويه المكرونه وحته الفرخه وانجز. الاكل بتاعكم ده مش، لكن بقى انتوا بقى لو اندومي ماشي، شاوركه خلاص، بطاطس سوكي، الحاجات الهمبرجر، الحاجات اللي كلها لحم كلاب وقطط واللي تجيب امراض دي، ده اللي انتوا تحبوه. اما الاكل الصحي ما تحبش اللوبيا، ما تحبش السبانخ، ايه فاصوليا ديت، ايه خبيزه ديت، وباميه تقول لك ايه بتشكوك. ايه اللي بتشكوك؟ بياكل الدمعه بس. وترش بقى ليمون ومعاها بدنجان مخلي او مقلي ومحطوط عليه دقه. نعم. وطماطم بدقه اوعى بقى، ورغيف عيش ناشف طب نكمل عشان احنا رقنا جرى كده واحتمال نريله على بعض. طيب نسبة الرطوبة، اتفقنا ان نسبة الرطوبة ان انت هتجيب اناءين، اناء فيهم هتغطيه والاناء التاني هتسيبه مكشوف في الهواء. فالاناء ده هيحبس الحرارة جواه،
فطول ما البخار محبوس جوه مش عارف يتبخر، ما اسمه تبخر من ان البخار ايه؟ يخرج. فالبخار مش عارف يخرج، فنسبة التبخر بتبقى قليلة، بينما ده بيتبخر فيطلع لفوق، فالجزيئات اللي تحتيه تاخد حرارة وتتبخر وتهرب، تاخد حرارة وتتبخر وتهرب، بس زي ما انا حابسه لو ما حدش خارج. فبيقول لك ايه اللي احنا هنثبته؟ الحرارة هي مساحة السطح نفس الطبق، والتيارات الهوائية مفيش مروحة ولا رياح ولا حاجة. طيب ايه المتغير المستقل؟ ايه بقى اللي انا بختبره؟ قال لك اللي انت بتختبره الرطوبة، وعلشان يفهمك الرطوبة قال لك نسبة بخار الماء زي ما قلنا من شوية. بخار الماء في الصيف بيخليك تعرق، وفي الشتاء بيخليك دايما عطشان، كل شويه تبقى عطشان مش قادر وتقوم من عز النوم علشان خاطر تروح لوزير الري يبقى عندك اجتماع على الضيق. طيب بيقول لي معدل التبخر في الاناء واحد اكبر من 2. طيب التبخر اسرع في الاناء واحد اللي هو مكشوف ولا مغطى؟ مكشوف. ففعلا الاناء واحد المكشوف، لان البخار بيطلع ويكون مكان، يطلع ويكون مكان، يطلع ويكون مكان. طيب فبيقول لي اهو هيزيد التبخر لما ينقص الرطوبه، دي العلاقه العكسيه الوحيده. لما تنقص الرطوبه التبخر يبقى عالي. يعني ايه تنقص الرطوبه؟ يعني البخار بيجري فيطلع مكانه، يجري فيطلع مكانه، اما ده التبخر بيبقى ضعيف لان البخار ماله؟ محبوس. هو اسمه تبخر من خروج بخار الماء. طب انا لو حبست بخار الماء يبقى انا كده بنزود الرطوبه. خلاص؟ طب هنا ايه التفسير؟ اهو بص، احتباس بخار الماء يقلل في ثالث مره سوري يقلل من التبخر. انا حابس بخار الماء مش هيبقى فيه تبخر، ما البخار الماء محبوس فهيقلل من التبخر. بينما بقى ايه الثانيه؟ بينما تصاعد بخار الماء الغير في الوعاء اللي مش متغطي هيزود من فرصه تبخر المزيد من جزيئات السطح، لان جزيئات السطح لما تتبخر هتطلع، واللي بعديها يسخن فيتبخر ويطلع، اللي بعديها يسخن فيتبخر ويطلع، وهكذا. طيب يعني معظمكم فاكر ان المروحه هتبرد الطبق فالتبخير يبقى ايه؟ قليل. بالعكس، ده الطبق اللي قدامه المروحه التبخير فيه هيبقى ايه؟ عالي وسريع. ليه؟ لان البخار هيطلع هتقول المروحه زقاله فيبقى المكان فاضي، فيروح الجزيئات اللي بعديها متبخره، فيروح تعرف عامله زي ايه؟ عامله زي طابور، وفي واحد في اخر الطابور اللي هو بيديك الخدمه، اللي بيوزع عليك عيش او بيديك تذكره قطر. لو الراجل ده سريع هيعمل ايه؟ هيمشيك فاللي بعديك يدخل، فيمشيك فاللي بعديك يدخل، فيمشيك فاللي بعديك يدخل، فايه؟ هينجز. بينما لو اللي هناك ده معطلاتي هيوقفك فيفضل الطابور واقف زي ما هو، يقول له يا حاج يلا، يقول له يا ابني ما انا واقف اهو ما خدتش حاجه، لما تلاقيني طالع بالعيش يبقى تعالى مكاني، العطله مش من عندي. خلاص؟ طيب وده معناه ان التبخير هيزيد لما يبقى فيه تيارات هوائيه، بس بشرط ان التيارات الهوائيه هيبقى الهدف منها ان هي تزق البخار، لان لو المروحه متسلطه على الطبق هتبرد الطبق فكده باظت الدنيا، لان احنا قلنا هنثبت نفس درجه الحراره، هنثبت نفس درجه الايه؟ الحراره. طيب عشان كده ايه اللي انا ثبته؟ نفس الحراره، نفس الرطوبه، ما غطيتش واحد وسبت التاني، نفس المساحه بتاعت الطبقين، ولكن اللي ورا مشغولين بالموبايل، ولكن ده قدامه ايه؟ عشان تزق بخار الماء. فبيقول لي اهو اللي انا غيرته التيارات الهوائيه. التبخر في الاناء ايه؟ اكبر من واحد. في ناس بقى فاكره الاناء الاثنين التبخر سريع اللي مش قدام المروحه، لان المروحه مش هتبرده، لا ده الاناء الاثنين اللي تبخر سريع اهو، اثنين اهو، اللي قدام المروحه، بس المروحه مش جايه على الطبق عشان ما تبردش الميه، المروحه بص جايه على البخار تزق البخار، فاللي بعده يطلع تروح ممشياه، اللي بعده يطلع تروح ممشياه،
فدايما على طول، فيبقى التبخر سريع تبخر سريع تبخر سريع. فبيقول لك اهو هيزيد معدل التبخر لما نزود سرعه التيارات الهوائيه. ليه بقى؟ اهو هيبقى في مزيد من جزيئات الماء بتتبخر، لان مفيش حد قدامها. لان لو في طابور واللي قدامك ماشي وانت واقف، الناس تقول لك يلا يا استاذ اطلع انجز، نطلع خد مكان ويلا، تمام. لكن لو في حد واقف محدش يقدر يفتح بقه، يقول لك اللي قدامي واقف لسه ما مشاش، خلاص. فهنا ان الهواء بيزق بخار الماء فيطلع مكانه، فيزق كمان، فيطلع مكانه، فيزق مكانه، فيبقى معدل التبخر ماله سريع. وكده نقدر نقول بالمختصر المزيد ان في 3 حاجات تزود التبخر وحاجه واحده اللي تنقصه. اللي يزود التبخر زي ما قلنا النهارده، لو زودنا الحراره، ولو زودنا مساحه السطح، ولما زودنا التيارات الهوائيه اللي بتبعد بخار الماء. بينما اللي يخلي التبخر بطيء الرطوبه، اللي هي نغطي الاناء الساخن فيحتفظ ببخار الماء جواه. نفس فكره خلي الاكل جوه البوتاجاز بس تطفيه عشان ما يبردش بسرعه. غطي كوبايه الشاي او كوبايه الحلبه او اليانسون عشان ما تبردش بسرعه. نفس الفكره بالظبط. يبقى احنا هنوقفه لغايه صفحه 50. افتح كتابك وعلم لغايه صفحه 50.